اهلا بكل مشاهدي قناه منياوي على موقع منياوي وقريبا جريده منياوي. بالتاكيد عياده منياوي بعد ما لقت اقبال كبير من كثير من مشاهدي الموقع، حابين نتواصل طبعا بالتاكيد مع استاذ كبير في عالم الطب دكتور وائل حمدي، كلكم عارفينه. كثير من الناس يعني بنتمنى اكيد طبعا الشفاء للجميع، لكن دكتور وائل حمدي برحب بيك من خلال قناه منياوي وموقع منياوي. اهلا وسهلا بك. دكتور وائل، يمكن كتير من العادات زي ما بيقولوا دايما الوقايه خير من العلاج، فاحنا عايزين نقول لاهل المنيا وحبايبك المنيويه ولاد بلدك نصيحه كده طبيه من دكتور وائل حمدي اخصائي العظام. هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اهل المنيا دول اهلي وحبايبي، والنصيحه ليهم ان شاء الله باذن الله ان في طبعا شباب وفي كهول وفي صبيه صغيرين. اولا ممارسه الرياضه انا بنصح بيها طبعا من زمان، لان دي ليها تاثير فيما بعد لما السن يتقدم بالشخص. فممارسه الرياضه دي من اهم العوامل اللي بتساعد الوقايه، خير من العلاج زي ما بيقولوا، الوقايه خير من العلاج. ممارسه الرياضه في الصغر تغني عن حاجات كتيره في الكبر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حتى المشي، مش لازم ممارسه الرياضه العنيفه، المشي لو لمده مثلا نص ساعه او ساعه في اليوم. عدم الاكثار من تناول الوجبات الدسمه، وممارسه الرياضه بشكل عام. اعتقد دكتور وائل ان يمكن لما بيجي لك واحد وزنه تقيل شويه وعنده مشكله في ركبته او عنده مشاكل، يمكن الخشونه اللي اهلنا كتير بيعانوا منها، الوزن الزيادة اعتقد بيبقى عامل بيأخر العلاج. طبعا الوزن طبعا احنا بنحاول ننصح اي عيان وزنه كبير ايا كان. يعني انا بشوف شباب صغير وزنه كبير جدا، فطبعا ده بيأثر على الركبين بتاعته، بيدخله في مشكله خشونه في الركبين في سن متقدمه. فبقدر الامكان بنحاول نخسس الوزن او نقلل وزن العيان او العيانه علشان نحافظ على الركبين بتاعته كويسه، يعني عشان ما يدخلش في خشونه او التهاب عظم غضروفي في الركبتين في سن متقدمه يعني. يمكن طبعا زي ما حضراتكم منتظرين تسمعوا ان اكيد خبر هيفرحكم، وهو انضمام واحد من ابناء المنيا المخلصين دكتور وائل حمدي لعياده منياوي، اللي بالتاكيد هيكون فيها كل النصايح ليكم الطبيه، وبالتاكيد كل المعونه لاهلنا الغير قادرين. يمكن الدكتور وائل حابب كمان يوجه كلمه لاهلنا غير القادرين بالنسبه لاي فحوصات، لاي كشوفات، لاي حاجه خاصه لاهل المنيا، حابب تقول لهم ايه؟ انا مرحبا طبعا بمنياوي في العياده بتاعتي، وانا متبرع طبعا. هو مش تبرع، هو ده واجب عليا لتجاه اهلي وتجاه اقاربي وتجاه اخواني اهل المنيا الكرام ان شاء الله باذن الله. وفي اي وقت طبعا مرحبا بيهم في العياده. وانا برضو يعني احاول برضو اقول حاجه، ان انا الفتره اللي فاتت كان حصل انتخابات نقابه اطباء، والحمد لله رب العالمين وفقت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل زمايلي الاطباء، واخترت امين عام نقابه الاطباء. فبرضو نقابه الاطباء برضو فاتحه ذراعيها لاي واحد شكوى طبيه، اي شيء يعني يقدمه، اي مشكله يتقدم بها لنقابه الاطباء، وان شاء الله باذن الله هنوجد حلها ان شاء الله. اكيد بالتاكيد احنا طبعا يعني سعداء بالتعاون المثمر مع الدكتور وائل حمدي كطبيب وكطبيب من الاطباء المهره، بالاضافه لوجوده في نقابه الاطباء ده هيوفر للشارع المنياوي ولابناء المنيا كتير جدا. فاحنا بنشكره، واحنا سعداء بانضمامك لعياده منياوي دكتور وائل، ودايما نتواصل معاك. احنا اسعد يا استاذ احمد، ومرحبا باهل المنيا كلهم في العياده عندي وفي اي مكان طبعا، وده اقل شيء نقدمه ليهم ان شاء الله باذن الله. بشكرك دكتور وائل، واكيد الساده المشاهدين عياده منياوي هي عيادتكم انتوا، وعشان كنتوا خاصه الغير قادرين احنا دايما بنقدم اقل شيء، واحنا عاملين الموقع وعاملين كل مجهوداتنا بنكثفها عشان خاطر كل منياوي. مرحبا بكم في موقع منياوي، ودائما في تواصل عن طريق الموقع، ومرحبا بكل اهالي المنيا في العياده بتاعتي اللي هي في ميدان السهريج 10 ميدان السهريج.